هذه القصيدة من كلمات أبو محمد إبراهيم محمد الضراب، مرسلة إلى رفيقه الغالي عمر الضبيع. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها إلقاء وتصميم قناة الشاعر حمزة الضراب. قال: بسم الله الرحمن، ببدع بالخبر، رب السماء ذكره يجلي كل ضيق، الحمد له والشكر ما شن المطر، وعداد ما حنت رعوده بالصعيق. من بعدها يا مرسلي شد السفر، واعزم دروبك لا تأخر في الطريق، على دروب أرض الخليج دولة قطر، حمل خطابي ووصله لغلا رفيق. ابن الضبيع الجيد والنشمي عمر ذاك الوفي الكف، ذي أصله عريق. يا صاحبي لا تبتئس لا جاك شر، يوسف رموها اخوانها البير العميق، لكن بفضل الله ما صابه ضرر، وكيد الاخوه بالاخير صبح سحيق. ابو محمد محزمك لا شي خطر، ودرعك الواقي انا يوفى صديق. اشتد وتحزم بنا يا اخي عمر، اشتد وتحزم بنا يا اخي عمر، وشمخ براسك لا تشيل هم وضيق. قبيلة الضراب جنبك يا نمر، لا يحزنك حد القرايب والشقيق. باننصفك من فعلة اشباه الغجر، باننصفك من فعلة اشباه الغجر، لو نحرق الدنيا علشانك حريق. احنا الذي ما عمرنا سبنا بشر، احنا الذي ما عمرنا سبنا بشر، يقهر ويتحمل ما هو لا يطيق. قوم الوفا والجود صحبتنا درر، نفزع مع المظلوم من قذر الغريق، نفزع مع المظلوم من قذر الغريق. وسلامتكم وسلامتكم. وهذا الجواب من كلمات الشاعر عمر الضبيع ردا على كلمات أبو محمد إبراهيم الضراب. قال: بدعت باسمك أنت يا رب البشر، يا من رفعت السبع بالساس الوثيق، يا مرسلي قادر كما لمح البصر، شل القصيدة واختصر أقرب طريق للمقربة ذي قومها، كم من عسر مع قلبنا الضراب ذو الأصل العريق. يا مرسلي رحبت راحي بالمطر، ما خطت الأقلام صفحات الوريق، بالشاعر البداع ذي شعره درر، الشيخ إبراهيم يا أغلى صديق. أبو محمد ليث شامخ لا زاري، خلي الأعداء تخبط كالغريق. أنت سلاح الكف ذي يطلق شرر، أنت سلاح الكف ذي يطلق شرر، في وجه الأعداء يحرق الدنيا حريق. صديقي الوافي علاجي لا حضر، ينزاح من قلبي همومه والمضيق. أخوه صام ضراب سيتك انتشر، عند النشامة سمعتك تلمع بريق. الكل بيعزك ودوما يفتخر بصحبتك يا صاحب القلب الشفيق، لأنك عسر نشمي قبيلي معتبر، مثلك أبد ما شفت صاحب أو شقيق. يا أبو محمد لو نروح سطح القمر، تبقى العزيز الكف ذي بين الفريق. قريب بإذن الله نقيل بالمقر، يلي كلامك كالعسل صافي رحيق. قبل الختام استودعك رب البشر، يغلى من الياقوت وانواع العقيق. والختم صلى الله على سيد البشر، شفيعنا من حرها يوم الحريق، شفيعنا من حرها يوم الحريق. وسلام.